السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل حديثنا عن المنتخب الوطني المغربي واللائحة. الكوتش وليد الركراكي نهار الجمعة وجهها مع 12 ديال النهار. اللائحة اللي ضمت 28 عنصر، خمسة ديال العناصر من شحال هادي ما لعبوا مع المنتخب الوطني المغربي، مدة قديمة ما لعبوا مع المنتخب الوطني. رجعوا في هاد اللائحة، كل واحد والسبب ديالو علاش كان الغياب ديالو، كل واحد وكيفاش. غنعرفوا هاد الاسماء الخمسة اللي شحال هادي ما لعبت مع المنتخب الوطني المغربي، وتمت العودة ديالها في هاد التربص هذا ديال مارس، ديال يونيو، اللي غيكون فيه لقاء الرأس الأخضر ولقاء جنوب افريقيا. غنكتشفوا هاد الخمسه الاسماء والمراكز ديالهم وفين كيلعبوا وعلاش كانوا كيغيبوا على المنتخب الوطني. غنبداو بالظاهر الايمن اللي هو فهد مفيد، اللي هو كيلعب في البطوله البرتغاليه. كما كنعرفوا فهد مفيد كان عيط له الكوتش ديالنا وليد الركراكي في لائحه شوتنبر اللي كانت تسرب من المنتخب الوطني، وفي 31 اوت 31 غشت كانت تسلم طبيعه الحال الكوتش ديالنا وليد الركراكي. وكانوا شاد دعوه فهد مفيد. من تما ما شفنا لا في لائحه كاس العالم ولا شفنا في لائحه مارس. ورجع من جديد هذا دواعي فنيه فقط، ما عنده لا اصابه لا حتى. هناك ادم ماسينا لاعب اودينيزي الايطالي، لاعب ما عمره لعب ضد مع الركراكي طبيعة الحال، مدة كبيرة هو أصلا مصاب. الآن بعد العودة ديالو من الإصابة رجع للمنتخب الوطني المغربي، وغنشوفوا وليد الركراكي واش يقتنع باللاعب آدم ماسينا او لا غنشوفوا ماشي مشكل. هناك يوسف مالح لاعب إلتشي الايطالي، لاعب اللي كان نادى عليه الواحد خليلوتش الركراكي ما عمرو نادى عليه، وغنشوفوا الركراكي واش يعجبوا اللاعب يوسف مالح او لا. لان هذه فرصه ديونيو، بزاف د الغيابات كاينه وحضور هاد العناصر هادي. غنشوفوا الركراكي واش يقتنع بيوسف مالح او لا. سنكتشف ما خسر والو. هناك اسامه الادريسي لاعب فاينورد الهولندي، كنظن عنده 27 عام، مده كبيره ما لعبش مع المنتخب الوطني المغربي، كان تراجع مهول في المستوى. اسامه الادريسي اللي خلاه يلعب في بزاف ديال الفرق في اشبيليا واياكس والان في فاينورد. وغنشوفوا واش يقتنع به الكوتش ديالنا وليد الركراكي ويبقى يوجه له الدعوه. وحنا عارفين ديك الجناح الايسر فيه بزاف ديال اللعابه كبار صراحه من المنتخب الوطني المغربي. هناك طارق تيسودالي لاعب البطوله البلجيكيه اللي كذلك مده كبيره ما لعبش مع المنتخب الوطني المغربي، والان العوده ديالو للمنتخب المغربي ما عرفناش واش يقتنع لان الاصابه هي اللي كانت حرمات طارق تيسودالي. ما عرفناش الركراكي واش يقتنع بالتيسودالي او لا، لان عمره ما لعب مع هادشي اللي كاين. شكرا.